اهلا بيكم. تعالوا اقول لكم النهارده على اكتر 5 جمل الامهات اللي بتيجي العياده دايما بتقولها. ان هم ندموا ان هم عرفوها متاخر جدا، وبيقولوا دايما يا ريتنا كنا عرفناها بدري. النقطه رقم 1، ان في دكتور اسنان اطفال بيعرف يتعامل مع نفسيه الطفل. الامهات لما بتلاقي ان في مشكله في اسنان اولادها، او ان محتاج شغل في اسنان اولادها، محتاج علاج لاسنان اولادها، تروح بيه لاي دكتور اسنان. ودكتور الاسنان دوت الممارس العام ما بيبقاش متمكن من توصيل المعلومه او اداء الخدمه للطفل بطريقه هو يحبها، فالطفل بيتعقد بعد كده. ولما تجيله بعد كده مشكلة في أسنانه بتبقى من الصعوبة جدا إنها ترجع تجيبه لعيادة أسنان مرة تانية، وتقعد تتحايل عليه، والولد ما يرضاش يجي وما يرضاش يفتح بقه وهكذا. فدايما يجوا يقولوا لنا يا ريتنا كنا نعرف إن في دكتور أسنان أطفال يعرف يتعامل مع الطفل من الأول، ما كانش ولادنا كرهوا طب الأسنان بالطريقة دي. تاني حاجة، الدروس دايما بتطلع عند سن 6 سنين. دايما بنلاقي ان في تسوسات في الدروس الدايمة اللي بتطلع عند سن 6 سنين من ورا. لما هي السنان دي بتسوس والولد يبتدي يشتكي من ألم، بتبقى بتيجي وتقول انا بغسل سنان ولادي وبشوفهم هم بيغسلوا سنانهم وبقول لهم يغسلوا سنانهم، بس للاسف هي ما بتبقاش مشرفة على غسيل السنان ده، وما تعرفش ان في دروس دايما بتطلع عند سن 6 سنين دي بتبقى في الاخر. عشان كده دايما بنقول ان غسيل الاسنان يتم تحت اشراف الامهات، ويكون تتأكد ان الفرشة وصلت لغاية جوه خالص لغاية اخر الدروس، مش مجرد انها بتغسل الجزء الامامي وبس. تالت حاجة، ان الخراريج بتأثر على السنان الدايمة. دي اكتر جملة برضو الامهات بيجوا يقولوها، ما كانوش يعرفوا ان الخراج اللي بيحصل للطفل لما يشتكي من ألم في اسنانه وبعدين نهمل الشكوى دي، التسوس بيبتدي يوصل لغاية العصب، والعصب يموت ويتحلل ويعمل خراج، والخراج ده يطلع صديد. الصديد ده بيبتدي الطفل ياكله ويبلعه مع الاكل والشرب العادي. وبعدين هو الطفل ما بيشتكيش من ألم بقى لما الخراج ده والصديد بيبتدي لما الصديد يفتح يعني والخراج ده يفتح، هو ما بيبقاش بيشتكي من ألم قوي. فهي تقول مش مشكلة، مش هوديه للدكتور دلوقتي لما يبقى يشتكي، وما تعرفش ان ده هيأثر على العظم والسنان الدايمة اللي بتطلع جديدة. رابع حاجة دايما بيقولوها، ما كناش نعرف ان وقت غسيل الأسنان أول ساعة بعد أكل الحلويات. دايما بيفتكروا ان احنا لما بنقول للطفل روح اغسل سنانك وهو بيغسل سنانه بالليل قبل ما ينام، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. ما يعرفوش ان اسنان الاطفال دي ربنا خلقها رفيعه قوي ورقيقه، وبالتالي التسوس بيمشي فيها بسرعه جدا بعد اكل الحلويات. وطبعا معروف ان الاطفال بياكلوا حلويات كتير، فالتسوس بيتم في اسنان الاطفال في اول ساعه بعد اكل الحلويات. فاحنا مش المفروض ان احنا نأجل غسيل السنان لغايه بالليل قبل الطفل ما ينام زي الكبار، لان احنا الكبار عندنا تركيبة الاسنان مختلفة، سميكة وغليظة، انما عندهم رفيعة جدا. النقطة رقم 5، ما كناش نعرف ان التقويم ممكن نتجنبه. بيبقى الاطفال بيمارسوا عادات معينة زي التنفس من الفم او مص الصوابع، او في عادات تانية الاطفال ممكن تكون بتمارسها، او مثلا ولد عنده الفك بتاعه صغير، او ان عنده سنة طالعة ورا سنة، وما كانتش تعرف انها لو جابت الطفل عند دكتور اسنان الاطفال في مرحلة بدري قبل البلوغ، ممكن نركب له اجهزة تقويمية بسيطة، ممكن تبقى متحركة وممكن تبقى ثابتة، تجنبه انه يحتاج التقويم المكلف اللي بياخد وقت طويل، اللي بيركب السلوك اللي بتركب على السنان دي اللي احنا عارفينها كلها. دول اشهر 5 حاجات الامهات بتقولها. يا ريت لو تعرفي معلومة او حد اتعرضتي لموقف وندمتي كنت عرفته بدري، كنت لحقت ابني في اسنانه، يا ريت تشاركينا بيه في تعليق. شكرا.